لذلك هنا تفهم أنه ما في ولا عبادة في الإسلام تقارن بالجهاد في سبيله. ذكرنا موضوع الصحابة اللهم ارض عنه الذي أراد أن يترهبن، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام مقام أحدكم، يعني وقف قبل ما توقف في الجيش، مقام أحدكم في سبيل الله خير من عبادة 70 سنة. ما في مقارنة بين الصلاة والصوم والحج، ما في مقارنة مع الجهاد في سبيل الله. إذا كنت تستغرب، طب إذا كان الجهاد في سبيل الله هو أعظم عبادة أجرا وأسهل عبادة للجنة، بطريق لدخول الجنة، وأسرع طريقة لدخول الجنة هي الجهاد في سبيل الله، طب ليش مشايخنا طول نهارهم يحدثون عن أجر التسبيح وأجر الأذكار وأجر الصلاة ومش سامعين حد بحدث عن أجر الجهاد في سبيل الله؟ سمعتها يعني افتح اليوتيوب اليوم ولا على التيك توك ولا وين ما بدك وافتح اكتب أجر التسبيح، بتلاقي مليون شيخ بيحكي عن أجر التسبيح، صح ولا لا؟ ومليون شيخ بيحكي عن أجر صيام اثنين وخميس، ومليون شيخ بيحكي عن أجر صلاة الحاجة وصلاة الاستخارة وما أدراك. طب وين المشايخ اللي بيحكوا عن أجر الجهاد في سبيل الله؟ ما في مقارنة أصلا. الصلاة، أجر الصلاة لا يقارن، مجرد توقف قبل ما تدخل المعركة أحسن من صلاة 70 سنة. لذلك هو نفهم لماذا الجهاد في سبيل الله هي الفريضة الغائبة عن أذهان شباب المسلمين، الذي غيبها طبعا الاستعمار أولا، ثم مشايخنا للأسف الشديد الذين أصبحوا يخافون من الحديث عن الجهاد في سبيل الله إلا مرور الكرام، حتى لا يسجل من المحرضين.